قدامك 20 يوم بس عشان تدرس ماجستير في روسيا ببلاش. منحة جامعة الجنوب الفيدرالية لدراسة الماجستير هي من أقوى المنح في روسيا، ومفتوحة لتخصصات زي الذكاء الاصطناعي، هندسة الكمبيوتر، الإدارة، التجارة، السياحة، التربية، اللغات، العلاقات الدولية وغيرها. ومش لازم تكون درست نفس المجال في البكالوريوس، المهم تعدي امتحان تحضيري في المجال اللي هتدرسه. والدراسة في الجامعة متاحة بالروسي وبالإنجلش، ومش هتحتاج ايلتس أو توفل وانت بتقدم، لأن في ويب سايت تبعهم بيختبر الإنجلش بتاعك من غير مصاريف. ومش لازم تكون لسه متخرج، لان الحد الاقصى للتقديم هو 40 سنه. وطبعا لو اتقبلت ودرست هناك، شهادتك هتبقى معتمده في كل اوروبا والوطن العربي. المنحه بتشمل تكاليف الدراسه والاقامه، مش عليك غير تذاكر الطيران ومصاريفك الشخصيه، وتقدر تشتغل هناك جنب الدراسه لو عايز. ولو عايز تعرف كل تفاصيل التقديم والاوراق ومصاريف الحياه هناك، ادخل على يوتيوب واكتب ملك حاتم منحه جامعه الجنوب الفيدراليه في روسيا، وهيطلع لك لقاء كنت عاملاه مع دكتور بولا رضا، ممثل رئيس الجامعه في دول افريقيا والشرق الاوسط، وفي كل حاجة محتاج تعرفها عن المنحة. لو عندك أي أسئلة سيبها تحت في الكومنتس، وما تكسلش وقوم قدم دلوقتي لأن فاضل 20 يوم بس.